حلقتنا النهارده بتتكلم عن الناس اللي بتعمل قنوات جديدة على اليوتيوب. معظم الناس بتقع في مشكلة. لازم يا جماعة الفيديوهات كلها تبقى حصري. معنى كلمة حصري اللي هو يبقى أول نزول ليها على القناة عند حضرتك. طيب انت دلوقتي جمعت فيديوهات كتير قوي، فيديو من الفيسبوك شوية، فيديو من التيك توك شوية، فيديو من هنا ومن هنا ومن هنا شوية، وحطيتها عندك على القناة. وبعد كده جمعت الشروط بتاعت اليوتيوب يعني، و1000 مشترك كل 4000 ساعة، وتفاجئت ان القناة اترفضت. فاترفضت ليه؟ فهتلاقي مكتوب عندك محتوى معاد استخدامه. معنى كلمة محتوى معاد استخدامه يبقى فيه فيديوهات مش بتاعتك موجودة على القناة. طيب في ناس هتقول لا، انا كل المحتويات بتاعتي كل الفيديوهات بتاعتي وبرضه جالي فيديو معاد استخدامه. تمام. طيب يبقى كده مش اول نزول للفيديوهات دي على القناة. يبقى كده ممكن تكون انت عملت الفيديو ده فعلا يكون بتاعك، فعلا يكون بتاعك، بس انت نزلته مثلا على الفيسبوك قبل ما تنزلها على اليوتيوب. المفروض اول نزول للفيديو عموما يكون على اليوتيوب. بعد كده انت حر التصرف فيه. انت تحطها على التيك توك، تحطه على على تويتر، تحطه على الفيسبوك. انت ليك الحق اللي في التصرف فيه. بس اول نزول للفيديو عموما يكون على اليوتيوب، علشان خاطر اليوتيوب ما يرفضش القناة بتاعتك في المراجعة. طيب ده ناس كتير قوي بتقع في نفس المشكلة. طيب ولو لا قدر الله القناة بتاعتك اترفضت في المراجعة، ايه اللي ممكن يحصل؟ هقدمها للمراجعة تاني ازاي؟ لازم تقعد 30 يوم. حتى كده تلاقي اليوتيوب بعد ما ترفض القناة يقول لك لازم يقعد 30 يوم، بعد كده تبتدي تقدمها تاني للمراجعة. بعد ما بتظبط فيديوهاتك وخلاص على كده تمام، بتبتدي بقى خلاص انت ظبطت فيديوهاتك ومفيش حاجه معاد استخدامها، مفيش حاجه اتنشرت في اي مكان قبل كده، ولا فيسبوك ولا تويتر ولا تيك توك ولا اي حاجه من الحاجات ديت. بتحطها على على القناه بتاعتك، وباذن الله بتتقبل طالما مفيش اي حاجه خارجه عن النص. اللي هو خارج عن النص اللي هو ازاي؟ يبقى كل الفيديوهات بتاعتك من غير موسيقى، من غير صوره، من غير اي حاجه مش بتاعتك. طب الفيديوهات بتاعتك وكل حاجه، ولكن جالك برضو معاد استخدامه، لان هتلاقي برضو فيديو عليه موسيقى. انت جايب مثلا، انت هتقول ايه؟ لا انا هحط موسيقى كده عشان خاطر الفيديو يكون حلو. ماشي، هتحط موسيقى عشان خاطر الفيديو يكون حلو، انا معاك. ولكن علشان لسه القناة في البداية، ممكن في مراجعة القناة يقول لك لا في فيديو معاد استخدامه مش هينفع نقبله في المراجعة. طيب في حالة زي دي نعمل ايه؟ ممكن نشيل الموسيقى والفيديو موجود برضو على القناة، مفيهوش اي مشكلة. مش لازم تحذف الفيديو. الفيديو ده جايب مشاهدات عالية، جايب ساعات عالية، مش لازم تحذف الفيديو. انت ممكن بس تحذف الموسيقى اللي على القناة، على الفيديو نفسه، سوري، اللي على الفيديو نفسه، وتسيب الفيديو زي ما هو على القناة. مش هيجرى اي مشكلة، مش هيجرى اي حاجة. طيب ازاي احقق ارباح على القناة بسرعة؟ ازاي احقق ارباح كتير على القناة بسرعة؟ اولا، الموضوع ما بيجيش قفش. الموضوع بيجي تاتا تاتا بالراحة، واحدة واحدة. الموضوع مفيش أي فيديو يا جماعة بيجي قفش كده. أول ما أحط الفيديو خلاص أنا فعلت القناة، خلاص أنا حققت شروط ال 4000 ساعة وال 1000 مشترك، خلاص أنا كده عملت كل اللازم. فأول ما أحط فيديو بقى بعد تفعيل القناة أنا كده هبقى غني. يا جماعة الموضوع مش كده. مش أول ما تحط فيديو هتبقى غني وتجيب عربية وتجيب فيلا وربنا يكرمك. الموضوع واحدة واحدة. أول فيديو هتعمله طبعا عشان الناس ما تعرفكش، لازم تعمل حاجة اسمها إعلان ممول، عشان خاطر الناس تبتدي تعرفك. واحدة 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 الناس هتبتدي تعرفك. وأول ما تحط الفيديو يا عم هيجي لك 1000 و2000 و3 و4 كمان. بس ما تستعجلش على الفيديو اللي هو ينتشر ويجيب لك أرباح عالية، لانك انت لسه في بدايه الموضوع، في بدايه المشوار، فمش هيجيلك ارباح عاليه بسرعه. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية يا جماعه، الناس بتعمل حاجات برضو غلط شويه، ومنها برضو انا عملت نفس الغلطه، وتقريبا برضو في القناه دي. إيه، لو انت عايز القناه بتاعتك تنجح بسرعه، بسرعه وتجيب لك ارباح بسرعه، خلي محتواك واحد بس.
ازاي محتواك واحد؟ يعني مثلا انت عملت قناه، فانت خلاص بقى انت عايز القناه دي تتكلم عن ايه؟ تتكلم مثلا عن الطبخ، تمام، يبقى كلها طبخ وخلاص، مفيش حاجه تخرج عن النص ده. يعني في طبخه جديده، في اكله جديده، في حاجه مثلا عملتها جديده عايز تفرجها للناس، بس برضو على النظام اللي هو ما تخرجش عن النظام بتاعك. يعني انت خلاص عملت القناه بتاعتك على الطبخ، هي خلاص هي كلها طبخ ومعروفه للقناه دي بتاعت الطبخ، عشان خاطر لما الناس تيجي تتابعك تبقى عارفه هي هتتابعك تتفرج على ايه. ما تبقاش مشتته، تبقى الجمهور بتاعك ما يبقاش مشتت، والا الناس كلها هتسيبك وتمشي ومش هيتفرجوا عليك تاني، لان هم مش عارفين هيتفرجوا على ايه. اما لو انت ما عندكش محتوى، زي ما انا برضو ما كانش عندي محتوى زمان. القناه دي يا جماعه، اولا القناه اللي انا بقدمها لكم دي قناه تجريبيه. بالنسبه لي انا دي قناه تجريبيه. قناه تجريبيه اللي انا بحط فيها ايه؟ مثلا اي فيديوهات انا بحبها، في مش عارف ايه، مثلا رحت مشوار انا وعيالي، في من الاخر يعني سمك لبن تمر هندي. الفيديو ده يا جماعه يعني بيختصر الموضوع، اللي هو ما توقعوش في نفس الغلطه اللي انا غلطتها. لازم الفيديو بتاعك يكون قايم عشان الناس تتفرج عليه. لازم القناه بتاعتك تكون مستهدفه، تكون كويسه، عشان خاطر يبقى ليك جمهور كويس ويتفرج عليك طول الوقت، وما يزهقش طبعا من فيديوهاتك لانك انت بتقدم شيء كويس. طيب، الحاجة التانية، بعد ما الناس بتفعل القناة بتاعتها وخلاص قدمت الشروط والدنيا تمام، وبس عندها مشكلة. بعد ما بتحقق الربح ما بتعرفش ازاي تحط اعلان على الفيديو. طيب دي برضو حاجة مش حلوة برضو مع كل الناس. يعني ازاي انا احط فيديو ما يجيش عليه اعلان؟ طب ما انت لازم يا سيدي الفاضل تحقق الاعلان، تحط اعلان في الفيديو بتاعك. لو الفيديو بتاعك اقل من 8 دقايق بيكون في اعلان واحد، يا في اول الفيديو يا في اخر الفيديو. دي حاجه لازم تعرفوها. لو الفيديو مدته اكتر من 8 دقايق فانت ممكن تحط كذا فاصل اعلاني على الفيديو بتاعك، وكل ده انا هوريه لكم دلوقتي. هنيجي مع بعض دلوقتي واوريكم واحده واحده ازاي الاعلان بيتحط على الفيديو، ازاي البطاقات اللي هي بتبقى من فوق دي تقريبا برضو انتوا شفتوها دلوقتي. تلاقي البطاقات برضو من فوق بيقترح فيديوهات برضو عندك على القناة. طول ما الفيديو شغال في اقتراحات متبادلة في باقي الفيديوهات اللي على القناة عندك في نفس الفيديو بتاعك. بعد نهاية الفيديو خالص، لما الفيديو بيخلص خالص، بتلاحظ كمان اللي فيه اقتراحات فيديوهات أخرى. ممكن فيديو مثلا في قناة تانية، ممكن الفيديو في القناة بتاعتك تبقى برضو موجودة في آخر الفيديو للمشاهدين، ممكن يضغطوا عليها ويكملوا برضو مشاهدة في القناة عند حضرتك. كل ده انا هوريهولكوا عمله دلوقتي، ازاي تحط اعلان على الفيديو بتاعك بعد تفعيل القناة. ازاي تعمل البطاقات اللي انا قلت لكم عليها من شوية. ازاي في نهاية الفيديو يبقى فيه فيديو مقترح، هوريهولكوا برضو للمشاهدين. هوريكم كل ده عملي دلوقتي. وحاجة كمان قبل ما ابتدي اوريكم الدنيا ماشية ازاي بالتفاصيل، احب اقول لكم، لو انت في بداية تفعيل القناة خلاص انت فعلتها وتمام والدنيا تمام بالنسبة لك، مش كل شوية تدخل على الفيديو بتاعك عشان تشوف الاعلان بتاعك عشان انت مبسوط بالاعلان اللي في الفيديو بتاعك. انت خلاص فعلت القناة، ما بلاش كل شوية تتفرج على الفيديو بتاعك لان ده غلط. انت بتتحاسب على المشاهدات بتاعتك. في كل مشاهد بيشاهد انت بتاخد ارباح، كل مشاهد بيشاهد انت بتاخد ارباح. فما ينفعش ان انت تشاهد الفيديو بتاعك من الموبايل بتاعك، من الراوتر بتاعك، لان ده غلط. ده غلط على القناة جدا. مش هينفع تتفرج على فيديوهاتك ولا من موبايلك ولا من موبايل اخواتك ولا من اي موبايل في البيت عندك طالما متصل بالراوتر بتاعك. واحد هيقول لي طيب ماشي، انا ممكن آه، اجيب نت من اشترك في نت في التليفون بتاعي واتفرج على فيديوهاتي. بلاش كل شوية تتفرج على فيديوهاتك من نفس التليفون اللي متصل بالراوتر. حتى لو جبت نت بعيد عن الراوتر خالص برضو ما ينفعش انت تتفرج على فيديوهاتك طول الوقت، هيبقى من مصدر واحد، وده غلط جدا على القناة. لو انت عايز تشوف تعليقات الفيديو بتاعك، عايز تعرف اللايكات قد ايه في الفيديو بتاعك، عايز تعرف مشاهدات قد ايه في الفيديو بتاعك، في حاجه اسمها استوديو يوتيوب، اهو صورته اهي.
استوديو اليوتيوب ده بتخش من خلاله بتعرف كل حاجه خاصه بالفيديو بتاعك، وصل لقد ايه مشاهده، وصل لقد ايه لايك، ووصل عمل كومنتات قد ايه. كل ده انت بتعرفه من خلال الاستوديو اليوتيوب اللي انتوا شايفينه دلوقتي دوت. فمش هينفع كل شويه لقيت تدخل على الفيديو بتاعك عشان تشوف الاعلان موجود ولا لا، علشان تعرف مش عارف ايه كل ده. دلوقتي هنحط اعلان على الفيديو بعد ما ينزل على القناة. بنخش على جوجل كروم بعد ما الفيديو بينزل على القناة بتاعتنا. الصفحة بتحمل اهي، لا دخلنا على جوجل كروم على الفيديوهات، بيجيب لنا الفيديوهات كلها يا جماعة اهيت بالمنظر ده. دلوقتي احنا عايزين نحط اي فيديو مثلا غير مؤهل. اهو ده فيديو اهو مكتوب غير مؤهل، هيبقى زي المنظر ده كده. عامة انا عندي غير مؤهل لان هي عندي مكتبة شورتس وحاجات كده ملناش علاقة بيها دلوقتي. هتبقى بالمنظر ده كده غير مؤهل، انا عندي كله مؤهل اهو. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هندوس على اي فيديو مثلا هيبقى فيه علامة الدولار، هندوس على علامة الدولار ديت، هتدخلنا على الارباح. هندوس على السهم اللي نازل ده، وهندوس على حاجة فيه تفعيل وفيه ايقاف يا جماعة. هندوس على تفعيل، وبكده يبقى فيه اعلانات على الفيديو بتاعنا اول ما ينزل. اول ما اي حد هيتفرج على الفيديو هيظهر له اعلان. طيب الفيديو لو مكمل ال8 دقايق او اكتر من 8 دقايق، بندوس على حاجة اسمها ادارة الاعمال اثناء التشغيل، بندوس عليها بتجيب لنا القائمة بتاعة الاعلانات. انت عايز تحط كام فاصل اعلاني، فبتحط الفواصل الاعلانية اللي زي ما تحب. طيب الفواصل الاعلانية دي بتتحط ازاي؟ هتلاقي زائد في اسمه فاصل اعلاني على اليمين خالص اهو من فوق، بتدوس عليه بيجيب لك الفواصل الإعلانية كلها. بيجيب لك عايز مثلا 30 إعلان، 20 إعلان، 10 إعلانات. بس نصيحة ما تكترش في الإعلانات عشان خاطر اللي بيتفرج عليك ما يزهقش. تمام. بعد ما بتخلص كل حاجة بتعمل حاجة اسمها حفظ تراجع معانا التغيرات، أو حفظ، لا بتعمل حفظ والدنيا بتبقى تمام، وبينزل الإعلان على الفيديو بتاعك. طيب ازاي تعمل بطاقات؟ البطاقات مثلا خلينا مثلا في اي فيديو، وقول مثلا الفيديو ده خلاص احنا عايزين نعمل بطاقات اللي احنا كنا قايلين عليها اهيت. بنعمل حاجة اسمها البطاقات، بندوس على دي. في ده يا جماعة ده اخر الفيديو، يعني انت عندك البطاقات اللي موجودة دي كده. الفيديو احدث فيديوهات، والصورة بتاعت القناة بتاعتك هي اللي بتتحرك دي كده يا جماعة. دي اللي هو الفيديو بتاعك، اللي هو اول ما الفيديو بتاعك يخلص بيجي فيديوهات مقترحة في اخر الفيديو بتاعك. في حاجة اسمها كمان البطاقات اهي. دي البطاقات دي بتبقى في فيديوهات مقترحة. ثانية بس اصغر الشاشة اهي. في دي فيديوهات مقترحة اهي، فواصل اعلانية زي فواصل اعلانية كده. بس هي ايه هتظهر زي دي كده. ال10 جنيه الجديدة اثناء تشغيل الفيديو بتبقى موجودة. عمليات بسبب مع اثناء تشغيل الفيديو بيجي فيديوهات مقترحة من فوق البطاقات اللي احنا كنا قايلين عليها. بعد ما بنخلص خالص بنعمل حاجة اسمها حفظ. بعد ما نخلص خالص بقى خلاص كده بنشيل كل ده خالص وشكرا.